الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بحضراتكم. احنا يا جماعه طلب مننا طريقه عمل الريشه. الاول يا جماعه حضراتكم عارفين ده السلك بتاع الدش، سلك بتاع دش. تيجي حضرتك واخد مسافه بالظبط من 4 ل 5 سم كده، تروح حضرتك حازز كده. انا بعمل الحاجه يا جماعه من اولها عشان حضرتك تجيب حته السلك تعمل كده اهو. الشرط حضرتك ده الاسود ده ترميه، وتروح حضرتك دابح السلك كده لان جواه سلك نحاس اهو. ركز معايا اهو يا استاذ رضا لو سمحت، عشان في ناس بتسيب السلك جوه. بص يا جماعه حضرتك لما تذبحه تلف لفه كده طلع من السلك اهو، شايف حضرتك اهو. اصبح ان دي مفرغه تمام. خدت مسافه 4 سم 5 سم بالكتير تمام. جيت هنا الزناقه دي حضراتكم اللي هي الفراشه اللي بتركب في اللي بيصطاد ريمه يعني، او مسمار 3 سم. اروح موسع بيه كده كده، علشان حضرتك انا هحط فيها الفسفوره بالليل. بالنهار هحط فيها الزناقه دي، بالليل هحط فيها الفسفوره. تمام كده تمام. وسعت لها اهي. طيب تزيين الريشه انا ناظر على قده، احب احط للريشه اضافات بحيث ان لون الريشه يبقى نظري شايفه. عارفين حضراتكم الخرطوم بتاع الجلوكوز ده محلول، ربنا يشفي كل مريض يا رب اهو. في منه الوان او حاجه شبهه. انا كان عندي وصله خرطوم من اللون ده، بس عملت يجي 30 ريشه كل اصحابي خدوهم. نيجي دي بالظبط على قد حجم دي حضرتك اهي، على قد حجمها. فبروح اصصها 3 حتت كده، حتتين 3 اللي انا عايزه كده. اقصص منها حتت زي دي اهي، هقصها 3 تمام يا جماعه. باجي في اول الريشه كده من هنا واروح معدي واحده كده، وفي الريشه من الوسط اروح معدي واحده كده واروح مجريها في الريشه من الوسط، وفي اخر الريشه من تحت يا جماعه اروح معدي التالتة. تمام. هات الشعر يا بوسي لو سمحتي، بس افتح الزنار، اديني شعر من الزنار كمان شويه بس يا سوسو. المكان يا جماعه اللي انا وسعته علشان احط فيه الايه الفسفوره. بعدي منه من جواه كده. انا شديت السلك الصلب، السلك النحاس، بعدي الايه. خد يا بوسي عدي من الحته الواسعه دي اهو يا حبيبي. عدي يا بوسي. عدينا بقى ايه الشعر من الريشه. الزناعه حضرتك اللي هي بتتباع في محلات ادوات الصيد حضرتك عارفها كده، بيبقى فيها حلقه من فوق بقطعها نصين بالمقص برضه تمام. واروح جاي من فوق كده واروح زانق بيها كده حضرتك. وسعت انا ليها ومسمار زي ما قلت لحضراتكم واهو. تمام يا جماعه. دي الريشه اللي حضراتكم بتشوفوها معانا في الفيديوهات على طول. عمايلها سهله جدا جدا جدا. جيت وصلت حته خرطوم متلونه. طب ما لقيتش خرطوم بقى، هو يستحسن خرطوم علشان الريشه ما تفتحش من حضرتك. ممكن ريشه زي دي تقعد مع حضرتك طول السنه. طيب انا خلصت الريشه كده اهو، بروح عاقد عامل العقده يا جماعه. كل فتره حضرتك شغال غله كل يوم، كل فتره انا عايز حضرتك تجدد مثلا مسافه 20 متر من على المكنه، ولا 15 متر من على المكنه. اقطعهم لانه بيبقوا كتكتوا، احنا بنقول عليهم كتكتوا ضعفوا يعني. كل كام يوم كده تروح حضرتك قطع شويه. طب انا كده ايه عملت الريشه. الرصاصه يا جماعه انا اتكلمت في الموضوع ده قبل كده، بس انا هقوله برضو لحبايبنا اللي هم طالبين شغل الريشه. الرصاص ده اسمه رصاص قشر، بيتباع في محلات ادوات الصيد. في منه محمل وسميك، وفي منه رفيع كده وايه وتحس انه مرن قوي او طري قوي. طيب باجي
الريشه مثلا حجمها 5 سم او 4 سم، باخد لها المسافه دي يا جماعه. قرب مني يا استاذ رضا لو تكرمت. بصوا يا جماعه مش اكتر من كده اهي، اهي يا جماعه دي على الريشه ال4 سم او ال5 سم. انا عايز احط الريشه في الميه من غير السنارتين تبقى عايمه، بمجرد ما اركب الوش السنارتين فيها تروح مغطسه الريشه. ليه؟ علشان لما اقعد على ميه واجي اقيس العمق بتاع الميه اقيسه اول ما الريشه تسقط تحت كده لغايه ما تقف. يعني انا هحط الوش قصير هتفضل تسقط، لكن لو بمجرد ما السنارتين لمسوا الارض قاع الميه تروح الريشه واقفه قدام حضرتك كده. يبقى كده دلوقتي هتشوفوها على الطبيعه. جبت انا حته الرصاصه اهي والعقده اهي، دي بدل الرصاص البليه دي بتبقى خفيفه وحساسه. بروح حضرتك انا تنايه تانيه صغيره اهو يا استاذ رضا، زوم على مهلك اهو، واروح جاي معدي منها الشعر كده واروح لففها حضرتك اللفه دي اهو، رصاصه يدوي اهي اهي. بس يا جماعه الرصاصه اهي بتروح وتيجي اهي، تروح وتيجي عادي اهي. الريشه اهي والرصاصه اللي حجمها اهو. تمام تمام. طيب الرمال اللي هو السنارتين، في ناس بتسالني عن الرمال. الرمال حضرتك اللي هو احنا بنقوله على ربط السناره في الخيط ترميله، بنقول عليه ترميله. ركبت انا الوش دلوقتي هقيس الاول الريشه في الميه. بعد اذنك كده يا بوسي. بصوا بقى حضراتكم، انا عايزها تفضل عايمه زي كده زي كده عايمه اهي. حلو. انا عايز بمجرد ما نحط لها السنارتين وزن السنارتين يروح مغطسها، بحيث انها اول ما توصل قاع الميه تروح واقفه، انما في عمق تحت تفضل نازله. فانا بجس بيها قاع الميه. تمام. بعرف بيها قاع الميه قد ايه، عمقها قد ايه اهو حضرتك. ما عدتش طبعا اهو. انا كده عايز اعرف الميه دي عمقها قد ايه. ركز معايا يا استاذ رضا، انا هقصر علشان الفكره توصل حضرتك. انا قصرت جامد، انا عارف انها هتغطس كده كده، انا متاكد انها هتغطس. بص حضرتك، بص نزلت، هتفضل نازله لغايه ما تلاقي قاع الميه تحت. طيب انا عارف طبعا مقدار الميه اللي قدامي، افضل ارفع لغايه ما هتبقى على الوضع اللي حضرتك شايفه ده. بص اهو كده هتوصل قاع الميه تروح واقفه كده، تروح واقفه اهو. شفت حضرتك الفكره من عمل الريشه الحساسه انها تبقى كده. بمجرد يا جماعه ما السمكه تاخد الحبايتين وتروح، الريشه دي راحت وراها. ده فكره يا جماعه عمل الريشه، وده فيديو صغير كده على طريقه عمل الريشه. وانا بشكر حضراتكم على المتابعه، واستنونا في الفيديو الجاي. تحياتي لحضراتكم، السلام عليكم. ما تنسوش تعملوا لايك يا جماعه للفيديو. لو الريشه عجبتكم اكتبوا لنا في الكومنتات، واعملوا لايك للفيديو واشتركوا معانا في القناه علشان احنا هنكبر بحضراتكم. وتحياتي لحضراتكم، واشوفكم في الفيديو الجاي. والسلام عليكم.